المشيعين؟ أول فكرة، أول برنامج، أول شيء سمعتي، أول بحث اللي قادك إلى البحث شنو هو أختنا؟ أول بداية كان يعني هو وصية الوالد الله يرحمه. رحمة الله عليك. كان بالفترة الأخيرة رحم الله والديك. بالفترة الأخيرة كان يعني حسينا أكو تغيير عنده، بس ما أعلن هذا الموضوع. بس قبل لا يتوفى قال ابحثوا وشوفوا، ما انطانا فد هنت يعني نهائي قطعي. بعدين بقيت أتابع أني بحكم عايشة برا، فمصادر الكتب كلش قليلة، يعني توصل للكتب المطبوعة أكثر شيء على الإنترنت. بس بقيت أقرأ وأكثر شيء أتابع البرامج التلفزيونية. تابعت مناظرة كانت برمضان الماضي ما بين على قناة وصال، ما بين أكو شيخ اسمه أحمد الإمامي نعم. وخالد الوصابي. نعم. بقيت أتابع، بقيت أبحث. يعني بصراحة أني هذا الموضوع يعني شغلي الشاغل هسه. أنا طبيبة وعندي يعني وقتي كلش محدود، ومع ذلك أخلي أغلب وقت الفراغ مالتي أو أي وقت ألقاه بس للبحث والقراءة. قبل أن تكملين أختنا ما بأوقف، قبل أن تكملين، وأني ما دام إحنا على البث المباشر، أرجو ممن يسمع صوتي، هذا رجاء وطلب، أن يترحم على والد الأخت وأن يصلي ركعتين ويهدي ثواب الركعتين إلى هذا الوالد الطيب اللي قدح فيهم هذا رحمة الله على روحه. كملي أختنا. رحم الله والديك. تسلم حجي. أي بعدين بقيت أبحث. أني كنت كلش هواية قارئة، وكان عندي اعتقاد أنه الشيوخ يعني منزهتهم عن الغلط. يعني شنو أنا هدف الشيخ أنه يكذب علي؟ مستحيل. فكنت أسألهم دائما، أسألهم من يوقف عند شيء معين أسألهم، فأغلب الأحيان ما ألقى إجابات تمام صحيحة، يعني إجابات مموهة ومو صحيحة. فخلاني أني أقرأ، قلت لي هو وصل له، ما ممكن أني ما أوصل له. فظليت أقرأ من هاي كتاب الله وعترتي. أنا اليوم ليش شاركت؟ لأنه هذا كلش هواي بحثت بيه أنا. وأني في يعني بلقاء فد مرة حكيت ويا أحد المحاورين، أنا سألت واحد من الشيوخ المعروفين هذا السؤال، شيخ عثمان الخميس، فجاوبني أنه كل الحديثين ضعيفين. كان موجود هسه على اليوتيوب. قال كل الحديثين ضعيفين، لا صحح كتاب الله وعترتي ولا صحح ولا كتاب الله وسنتي. فقمت أبحث كلش هواية. هسه بديت أربط الأحداث، يعني شيء أربطه بشيء، يعني بحكم يعني أخذ من العلماء، يعني أقرأ، يعني أخذ نظرياتهم، بس أنا قمت أربط الأحداث. لقيت الأحداث كلها مترابطة مع بعضها. يعني مو يعني النبي مو بذاك السذج، مو ساذج، مو إنسان ساذج أو يحكي كلام ما رابطه. لقيت هذا كتاب الله وعترتي مرتبط بأحاديث قديمة، مو أول مرة يطرقها على مسامع المسلمين. الموضوع له أسس قديمة وقايلها وموضحها، وعلى الرغم من الإخفاء المتعمد بالموجود بالتاريخ، على الرغم من يعني إيش قد ما حاولوا يطمسون هذا الموضوع، يعني الفتات المتبقي، العشر معشار اللي وصل إنه كافي لأي عاقل أنه يعرف أنه كتاب الله وعترته هو الصحيح. لا مو صحيح، لا هو أساسه أكيد 100% هو صحيح، لأنه إذا ربطته بكثير من يعني أن النبي من فكه ما بطل من البعثة لحد ما توفى أنه يأكد على هذا الموضوع. لا سذاجة والعفو، يعني لا سذجا من الرسول، ولا يعني مجرد كلام. أنا كنت فاهمة أنه هاي الأحاديث اللي تنقال، هذا اللي كنت فاهمته شيخ، العفو حاج، كنت فاهمة أنه يعني مو كل شيء يقول النبي ذا أهمية.